وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة سينما اونلاين. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. طبعا انا عارف ان انتم مستنيين الحلقة دي بفارغ الصبر، وانا والله برضو نفس الكلام. والنهاردة بقى هنتكلم عن القائمة الرسمية والنهائية لمسلسلات رمضان 2023، وكمان هنتكلم عن الاعلانات. يعني احنا هنتكلم عن كل مسلسل وعن الاعلان بتاعه. وانا عملت كده لسببين. السبب الاول ان خلاص رمضان بكرة، واساسا في مسلسلات هتتعرض النهاردة بالليل، فما بقاش في وقت ان انا اعمل تريلر رياكشن لكل مسلسل. والسبب التاني ان انا اساسا ما كانش في دماغي اعمل تريلر رياكشن عشان حقوق طبع النشر، وانتوا اكيد عارفين معلومة زي دي. فمعلش سامحوني، حلقة النهاردة هتبقى طويلة شوية. فاعملوا لكم اي حاجة بقى كده، عصير، كوباية شاي، علشان تتسلوا وانتوا بتتفرجوا. وقبل ما ندخل في الحلقة ظبطوا الدنيا، اعملوا اللايك الجميل وشيروا الحلقة في كل مكان. ولو انتوا لسه مشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي اشتركوا، ويلا بينا نخش في الحلقة. السباق الرمضاني السنة دي مكون من 32 مسلسل، وده طبعا رقم كبير جدا، تقريبا أكبر من السنة اللي فاتت. ولكن السنة دي اللي بيميز رمضان إن فيه مسلسلات كتيرة من فئة ال15 حلقة. وطبعا أنا هقول لكم على المسلسلات دي لما نوصل لها. نبتدي الأول برقم واحد، وهو مسلسل الكبير قوي الجزء السابع، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي. نتكلم بقى عن الإعلان. أنا الإعلان ما عجبنيش قوي. كنت مستني إن يبقى فيه كوميديا أكتر من كده. وهنا أنا بتكلم فقط عن الإعلان. أنا طبعا متحمس جدا للمسلسل، والإعلان ورانا إن الشخصيات الجديدة اللي ظهرت في الجزء اللي فات هتبقى موجودة في الجزء ده، زي طبازة ونفادي والكبيرة فحت. ولكن أتمنى إن الجزء ده ما يوقعش في نفس الغلطة اللي وقع فيها الجزء اللي فات، وهي إن الشخصيات الجديدة كانت بتظهر فجأة وتختفي فجأة. يعني تحسوا كده إن السيناريو كان بيبقى ناسيهم، ولما بيفتكرهم بيطلعهم في الحلقات. فأنا أتمنى إن الجزء ده ما يوقعش في نفس الغلطة دي. كمان شفنا في الإعلان إن هيبقى فيه ضيوف شرف كتير زي السقا وعلاء مرسي. وطبعا الجزء اللي فات كان فيه عدد كبير جدا من ضيوف الشرف، والسيناريو قدر يستثمرهم صح، وقدم بيهم سكتشات كوميدية حلوة زي مهرجان المزاريطة السينمائي. هنشوف بقى ضيوف الشرف اللي في الجزء ده هيعملوا ايه. ويعتبر اكتر نقطة لفتت نظري في الاعلان هي موضوع الطقمة بتاعت مربوحة اللي بتلبسها للكبير. الموضوع ده احنا طبعا كلنا حبيناه وضحكنا عليه في الجزء اللي فات. ليه بقى يتكرر في الجزء ده؟ الموضوع لما بيتكرر بيقلب بتقل دم، الناس مش هتحبه. فكان لازم يبقى فيه حاجة جديدة. ممكن على فكرة برضو يطلع موضوع التقمة في الجزء ده حلو ويضحكنا، بس كنت أتمنى إن يبقى فيه حاجة جديدة أحسن. المسلسل رقم 2 هو إكسلانس، بطولة محمد سعد وأحمد فتحي وويزو وجيهان خليل وسامي مغاوري وشيرين، ومن تأليف ورشة بلاك هاوس، ومن إخراج إبرام نشأت. بالنسبة لإعلان المسلسل فأنا عجبني عشان بس شفت محمد سعد. هو طبعا بقاله فترة كبيرة جدا غاب عن الدراما من ساعة مسلسل فيفا قطاطا. فأتمنى إن المسلسل ده يكون بمثابة العودة القوية ليه، خصوصا إن هو طالع بشخصية الحاج حناوي اللي احنا طبعا كلنا بنحبها، الشخصية المشهورة في فيلم كركر. فيا رب يطلع مسلسل حلو، برغم إن الإعلان مفيهوش أي حاجة مبشرة. لا فيه كوميديا، الموسيقى التصويرية أعلى من صوت الممثلين، الإخراج شكله تسعيناتي قوي، القطات والمونتاج تعبان جدا. ربنا يستر بقى من إبرام نشأت. إبرام نشأت كل أعماله زي الزفت، بس يمكن المسلسل ده يبقى أحسن عمل ليه. أتمنى كده فعلا، وأنا متحمس جدا للمسلسل. المسلسل رقم 3 هو جميلة، بطولة ريهام حجاج وسوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد وفيق وعبير صبري ونجوم تانيين، ومن تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبد العزيز. أنا مش فاهم فيه إيه. يعني ريهام حجاج بسم الله ما شاء الله كل سنة في رمضان بتعمل مسلسل محدش بيشوفه غير هي والأبطال بتوع المسلسل. حاجة في منتهى الجمال والروعة. كل سنة لازم تعمل لك مسلسل. والله العظيم أنا مكسل أدخل أشوف الإعلان، لان عارف ان هو مش هيعجبني. يعني انا مش فاهم مين اللي بيقول لريهام حجاج ان انتي، يعني الناس بيبقوا مستنيين مسلسلك في رمضان. مش ممكن كل سنة لازم يبقى فيه مسلسل كل سنة.
المسلسل رقم 4 هو سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب، ومن تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي. وده التعاون التالت بينهم بعد مسلسل لمسة أكتاف والفتوة. وبصراحة إعلان مسلسل سوق الكانتو أقدر أقول لكم إن هو إعلان ممتع بصريا. نزلوا كده الإعلان بأعلى جودة واتفرجوا. اتفرجوا على جمال الكادرات والصورة البصرية والألوان، حاجة عظمة. حسين المنباوي من المخرجين، وده اللي بيعجبني فيه جدا، ان هو مخرج بيهتم بالصورة البصرية، بيحب المشاهد وهو بيتفرج على العمل بتاعه يبقى مستمتع بالكادرات وبالألوان وبالصورة البصرية عموما. خصوصا بقى كمان لو المسلسل بيدور في حقبة زمنية قديمة. يعني مسلسل سوق الكانتو واضح من الإعلان إن هو بيدور في فترة الاحتلال، يعني في حقبة كده الخمسينات أو الستينات. فده هيخلي حسين المنباوي يطلع لنا صورة بصرية محترمة. زي يعني مثلا لو انتوا كده ترجعوا بالذاكرة، شوفوا مسلسل الفتوة ومسلسل جزيرة غمام اللي اتعرض السنة اللي فاتت. المسلسلين كانوا بيدوروا في حقبة زمنية قديمة. اتفرجوا على جمال الصورة ومتعة الكادرات. كمان برضو من ضمن الأسباب اللي مخلياني متحمس للمسلسل الطاقم التمثيلي: أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب. متحمس جدا للثلاثية دي، وباين من الإعلان إن هم عاملين شغل كويس. النقطة الوحيدة اللي مخلياني قلقان شوية من المسلسل هو إن خايف إن يبقى فيه مط أو ملل في الأحداث. بس يعني أتمنى إن النقطة دي المسلسل ما يقعش فيها. المسلسل رقم 5 هو رمضان كريم الجزء الثاني، بطولة سيد رجب وسلوى عثمان وصبري فواز ومحمد لطفي وكريم عفيفي ونجلاء بدر وويزو وبيومي فؤاد وسلوى خطاب ونجوم تانيين، ومن تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج سامح عبد العزيز. مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني تقريبا كده احنا بقالنا سنتين ولا 3 مستنيينه، وطبعا أغلبنا متحمس له بسبب إن الجزء الأول كان أكثر من رائع. ولكن الجزء التاني هيبقى فيه نجوم كتيرة غايبة، وأبرزهم الراحل محمود الجندي وروبي ورهام عبد الغفور وشريف سلامة وسهر الصايغ. ولكن في الجزء التاني احنا هنشوف شخصيات جديدة بخطوط وحواديت جديدة. وبالنسبة للإعلان، بالنسبة لي هو إعلان مقبول وكويس. في ناس معجبهاش الإعلان وقالت ده كده المسلسل هيبوظ، ما كنتوش تعملوا جزء تاني. ولكن أنا شايف عكس كده، لأن المسلسل مش مطلع لك ناس يعملوا أدوار الناس القديمة، لأ هو لغى الناس القديمة وطلع ناس جديدة بخطوط مختلفة. فأنا متفائل وأتمنى إن الناس الجديدة دي نحبها زي ما حبينا الناس اللي كانوا موجودين في الجزء الأول. ويا رب يطلع مسلسل كويس، احنا بقالنا فترة كبيرة جدا مستنيينه، وإن شاء الله يطلع على قد التوقعات. المسلسل رقم 6 هو رسالة الإمام، بطولة خالد النبوي وأروى جودة ونضال الشافعي وخالد أنور، ومن تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج الليث حجه. وبالمناسبة ده مخرج سوري أول مرة يخرج عمل مصري. مسلسل رسالة الإمام بينتمي لنوعية المسلسلات التاريخية الدينية، والمسلسل بيتكلم عن الإمام الشافعي. وده شيء كويس جدا إننا أخيرا رجعنا تاني للنوعية دي، كنا مفتقدينها. والإعلان بتاع المسلسل حلو جدا، عجبني في كل عناصره، خصوصا الأداء التمثيلي. خالد النبوي واضح إن هو عامل الدور بشكل كويس ومتقمصه. اللغة العربية كويسة، مخارج الألفاظ طالعة بشكل كويس جدا وممتاز. فأنا متحمس للمسلسل وإن شاء الله يطلع حاجة كويسة. المسلسل رقم 7 هو جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان وزينة ومنة فضالي وإيمان العاصي ومنذر ريحنا وهالة صدقي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي. مسلسل جعفر العمدة تقريبا نزل له بتاع 5 إعلانات، 4 إعلانات معجبونيش خالص خالص، ولا كان فيهم أي حاجة مبشرة ولا أي حاجة تشد. والإعلان الرسمي اللي نزله محمد رمضان على صفحته أو على قناته على اليوتيوب، الإعلان الرسمي اللي هو نزله ده ممكن أقول إن ده أفضلهم. هو برضو معجبنيش قوي، بس ده يعني أهو في شوية شغل. القصة بتاعت المسلسل لحد دلوقتي مش واضحة قوي. يعني اللي أنا فهمته إن محمد رمضان متجوز 4، وهيبقى فيه خلافات بينه وبين زينة، وعياله الاتنين تايهين ولا مخطوفين الله أعلم بحالهم. وهيبقى فيه صراعات برضو بينه وبين منذر ريحنا،
ومنذ ريحنا وجوده في المسلسل محمسني جدا ان اتفرج على المسلسل. فهنشوف الدنيا هتصفر على ايه. انا تقريبا يعني متوقع ان دي هتبقى اخر فرصة لمحمد رمضان، لان المسلسل ده لو طلع وحش محدش هيتفرج تاني على مسلسل ليه. السنة اللي فاتت مسلسل المشوار كان وحش جدا، وقفته عند الحلقة ال15. السنة اللي قبلها مسلسل موسى، سمك لبن على تمر هندي، مسلسل وحش. فالسنة دي فرصته الأخيرة، وهو كمان شغال مع محمد سامي. الاتنين لما بيشتغلوا مع بعض بيطلعوا حاجات حلوة. عندك الأسطورة وعندك البرنس. فأتمنى إن مسلسل جعفر العمدة ما يقلش في المستوى عن المسلسلين دول. المسلسل رقم 8 هو الكتيبة 101، بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين، ومن تأليف إياد صالح ومن إخراج محمد سلامة. والمسلسل مكون من 20 حلقة، ويعتبر هو تعويض لمسلسل الاختيار، لأن المسلسل بيتكلم عن إحدى بطولات فرق الجيش. والمسلسل نزل له إعلان مدته حوالي دقيقة كده. وأكتر حاجة عجبتني في الإعلان هي الإخراج والكادرات. واضح إن المسلسل من ناحية الإخراج هيبقى كويس جدا، ولكن أنا بصراحة مش ناوي أتفرج عليه في رمضان، ممكن أشوفه بعد رمضان. المسلسل رقم 9 هو عملة نادرة، بطولة نيللي كريم وأحمد عيد وجمال سليمان وكمال أبو ريا وجمانة مراد، ومن تأليف مدحت العدل ومن إخراج محمد العدل. مسلسل عملة نادرة من أكثر المسلسلات اللي أنا منتظرها في رمضان السنة دي، لسببين. السبب الأول وجود أحمد عيد في المسلسل. الراجل ده أنا بحبه جدا، وأخيرا هو بيرجع للدراما وبدور درامي بحت. فأنا متحمس وعايز أشوفه هو هيقدم إيه. وواضح جدا من الإعلان إن هو هيبقى من أقوى الأدوار في رمضان السنة دي، وافتكروا كلامي. السبب التاني هو قصة المسلسل. اللي أنا فهمته من الإعلان إن المسلسل بيدور طبعا في الإطار الصعيدي اللي احنا كلنا بنحبه، وهيبقى فيه انتقام ويعني شغل كويس. وأنا واثق في كتابة الدكتور مدحت العدل، بيكتب أعمال كويسة جدا. فأنا متحمس للمسلسل، ويا رب يطلع حاجة كويسة ويكون على قد التوقعات. المسلسل رقم 10 هو المداح الجزء الثالث، أسطورة العشق، بطولة حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ولوسي ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وسلمى أبو ضيف وأحمد ماهر ونجوم تانيين، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج. مسلسل المداح الجزء الثالث إعلانه حلو جدا. بنشوف إن صابر بيدخل في فصل جديد وتحدي جديد مع الشيطان، وواضح إن الموضوع في الجزء ده هيبقى أقوى. والجزء اللي فات اللي هو أسطورة الوادي كان كويس جدا. ويعني أنا شايف إن مسلسل المداح في كل جزء بيتطور في حاجة. يعني مثلا في الجزء ده عجبني قوي بوسترات المسلسل. البوسترات كده تثير انتباهك وتحسسك بالقلق والرعب. يعني البوسترات بتاعت الجزء ده احسن من بوسترات الجزء التاني والجزء الاول. كمان لفت انتباهي برضو في اعلان الجزء التالت الاخراج واختيار اماكن التصوير. انا شايف ان الاخراج في كل جزء بيتطور عن الجزء اللي قبله، وكذلك برضو اداء حمادة هلال ونشوف الممثلين اللي معاه. فهنشوف الجزء التالت هل هيطلع على مستوى الجزئين اللي فاتوا ولا لأ. برغم ان انا حاسس ان ما كانش ليه لازمة ان يبقى فيه جزء تالت من مسلسل المداح. هو حلو قوي عليه جزئين، بس هنشوف ايه اللي هيحصل في الجزء التالت. وعموما الاعلان يعني بيخلينا متفائلين خير وان هو هيطلع حاجة كويسة. المسلسل رقم 11 هو سر الباتع، بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني وريم مصطفى وحنان مطاوع وعمرو عبد الجليل وحسين فهمي ونجوم تانيين، ومن تأليف وإخراج خالد يوسف. إعلان مسلسل سر الباتع مدته 3 دقايق و19 ثانية. أنا شايف إن هو إعلان ملحمي. الإعلان مليان حاجات كتيرة جدا، واللي أنا فهمته من خلال الإعلان إن المسلسل هيدور في حقبتين. الحقبة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي وحقبة الحملة الفرنسية. واللي هيربط الاتنين ببعض أحمد فهمي، إن هو هيبقى عايز يعرف قصة واحد اسمه السلطان حامد. والسلطان حامد ده هنعرف إن هو كان عايش أيام الحملة الفرنسية، وبيحاول إن هو يدافع عن بلده. فالموضوع شكله كويس جدا. عجبني مشاهد الانفجارات ومشاهد شغل المجاميع وكل الكلام ده.
بس أنا بصراحة مش عارف إذا كان هاشوف المسلسل في رمضان والّا بعد رمضان. حاسس إن المسلسل الأفضل إن أنا أشوفه بعد رمضان عشان أبقى شايفه على تركيز كده وشايفه على رواقة. المسلسل رقم 12 هو ألف حمد لله على السلامة، بطولة يسرا وميان السيد وشيماء سيف ومحمد أوتاكا وعنبة، ومن تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح. مش عارف ليه يسرا مصممة إن هي تنحصر في المسلسلات الكوميدية. أنا شايف إن الحتة دي مش بتاعتها. لما كانت بتعمل مسلسلات من نوعية الدراما، الموضوع كان بيفرق، الحساب يجمع، فوق مستوى الشبهات، لدينا أقوال أخرى، كل دي كانت مسلسلات حلوة جدا، خيانة عهد. لكن لما يسرا بدأت تدخل في الحتة الكوميدية، السنة اللي فاتت قدمت مسلسل أحلام سعيدة وما كانش حلو. السنة دي مسلسل ألف حمد لله على السلامة، الإعلان بتاعه مش مشجع. فأنا مش فاهم ليه يسرا مصممة إنها تروح لحتة مش هتجيب حاجة ومش هتحقق نجاح. المسلسل رقم 13 هو الأجهر، بطولة عمرو سعد وسيد رجب ودرة وناهد السباعي وعمرو عبد الجليل، ومن تأليف ورشة ملوك ومن إخراج ياسر سامي. مسلسل الأجهر الإعلان بتاعه تحس إن هو مفرقش كتير عن إعلان مسلسل ملوك الجدعنة وطوبة. عمرو سعد برضه قالع واخد جو الشبحنة، بس الفكرة إن مسلسل الأجهر عمرو سعد بيتشبحن في أفريقيا مع المافيا بقى والعصابات، واوعى الشغل ده. الإعلان يعني أنا مش بميل قوي للنوعية دي من المسلسلات. في ناس على فكرة بتحب الكلام ده. عندك مسلسل ملوك الجدعنة وطوبة حققوا نجاح كبير جدا، وأكيد برضو مسلسل الأجهر ليه ناس مستنيينه، إنما أنا لأ بصراحة. المسلسل رقم 14 هو بابا المجال، بطولة مصطفى شعبان ورياض الخولي وباسم سمرة ونسرين أمين وسوسن بدر، ومن إخراج أحمد خالد موسى. مسلسل بابا المجال بيدور في حارة شعبية، نفس برضو تيمة مسلسل ملوك الجدعنة. وزي ما انا قلت لكم انا مش بحب النوعية دي من المسلسلات، واساسا اعلان المسلسل كله جمل تكاتك وميكروباصات. انا مقدر ان المسلسل بيدور في حارة شعبية، فطبيعي ان الحوار يبقى شعبي، بس مش يبقى كله كده، مش يبقى كله جمل تكاتك وميكروباصات، مش للدرجة دي يعني. المسلسل رقم 15 هو تحت الوصاية، بطولة منى زكي ورشدي الشامي ودياب ونهى عابدين، ومن تأليف خالد دياب وشيرين دياب ومن إخراج محمد شاكر خضير. والمسلسل بينتمي لنوعية ال15 حلقة، وإعلانه بصراحة عجبني جدا، عجبني الإخراج، وبرضو أنا مشدود لقصة المسلسل. شفنا من خلال الإعلان إن منى زكي جوزها متوفي وعندها ولد وبنت، وبتقرر إن هي تسافر اسكندرية وتشتغل في مركب صيد وبتواجه صعوبات. القصة مثيرة جدا للاهتمام، ولكن المسلسل ده أنا شايله برضو لبعد رمضان. ممكن أشوفه في رمضان في حالة واحدة بس، لو لقيت إن عليه ضجة وكل الآراء عنه إيجابية، غير كده هخليه لبعد رمضان. المسلسل رقم 16 هو كامل العدد، بطولة شريف سلامة ودينا الشربيني وأحمد كمال وإسعاد يونس، ومن تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي. والمسلسل مكون من 15 حلقة، وهو أساسا بدأ عرضه من يومين على منصة شاهد VIP. واضح من إعلان المسلسل إن هو مسلسل كوميدي خفيف، طبعا اللي بيحب دينا الشربيني هيتفرج على المسلسل. المسلسل رقم 17 هو الصفارة، بطولة أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة، ومن إخراج علاء إسماعيل. والمسلسل مكون من 15 حلقة، وإعلان المسلسل لذيذ جدا. بنشوف إن أحمد أمين شغال مرشد سياحي وبيسرق زي صفارة كده فرعونية. الصفارة دي بيقدر من خلالها إن هو يرجع بالزمن لورا. فالمسلسل شكله لطيف، ولكن برضو أنا مأجله لبعد رمضان. مسلسل رقم 18 هو جات سليمة، بطولة دنيا سمير غانم ومحمد سلام وهالة فاخر وخالد الصاوي، ومن إخراج إسلام خيري. والمسلسل مكون من 15 حلقة، ونزل له إعلان تشويقي مدته 40 ثانية كده. والإعلان كان بيورينا إن دنيا سمير غانم معاها كتاب، الكتاب ده كتاب سحري بيدخلها هو وأخوها في، نقدر نقول كده بقى، عالم مختلف أو عوالم مختلفة.
وده اللي أنا فهمته من الإعلان. يعني هو الإعلان بسيط جدًا ولحد دلوقتي ما نزلش إعلان رسمي للمسلسل، ما أعرفش بقى إذا كانوا هُم هينزّلوا والّا لأ، بس أظن خلاص ده رمضان بُكرة. بس المسلسل لو سمعت عنه آراء إيجابية هاتفرّج عليه. المسلسل رقم 19 هو ليل أم البنات بطولة سهير رمزي. نعدّي المسلسل ده لإن أنا مش محتاج أتكلم عن حاجة، أديكم شايفين البوستر وشايفين اسم المسلسل، فنخش على اللي بعده. مسلسل رقم 20 هو مذكرات زوج بطولة طارق لطفي وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي، والمسلسل مأخوذ من رواية بنفس الاسم للكاتب الكبير أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج تامر نادي. والمسلسل مكون من 15 حلقة، وأنا شايف إن إعلان المسلسل هادي كده وحاسه إن هو هيبقى مسلسل لطيف وخفيف. وطارق لطفي بعد ما عمل لنا السنة اللي فاتت دور شيطان في مسلسل جزيرة غمام وأبدع، السنة دي عامل لنا مسلسل هادي. وبرضه أنا مأجله لبعد رمضان، عايز أتفرج على المسلسل ده برواقة كده وما يبقاش في زحمة المسلسلات بتاعت رمضان. المسلسل رقم 21 هو علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر ومراد مكرم، ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي. والمسلسل مكون من 15 حلقة. وبالنسبة لإعلانه فأنا ما اتشدتش أوي مع الإعلان، وأساسا مسلسلات ياسر جلال أنا بتفرج عليها لما بسمع عنها آراء إيجابية، غير كده ما بتفرجش. المسلسل رقم 22 هو تلت التلاتة بطولة غادة عبد الرازق، ومن تأليف هبة الحسيني ومن إخراج حسن صالح. والمسلسل مكون من 15 حلقة. مسلسل رقم 23 هو عود سخية بطولة حنان مطاوع وعبير صبري وسماح أنور، ومن تأليف أحمد صبحي ومن إخراج أحمد حسن. والمسلسل مكون من 15 حلقة برضه. المسلسل رقم 24 هو ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج مصطفى فكري. وبصراحة المسلسل ده إعلانه ما عجبنيش، يعني ما حسيتش إن هو حلو كده، وحسيت إن القصة عادية. يعني وياسمين عبد العزيز أنا شايف إن هي ما بتليقش في الأدوار دي. المسلسلات الكوميدية كانت أحسن مليون مرة من اللي هي بتعمله دلوقتي بالنسبة لي أنا. مسلسل رقم 25 هو رشيد بطولة محمد ممدوح وريهام عبد الغفور، ومن تأليف وسام صبري ومن إخراج مي ممدوح. والمسلسل مكون من 15 حلقة. وإعلان المسلسل عجبني جدا وشدني، واضح إن هيبقى فيه قصة حلوة. ثنائية محمد ممدوح وريهام عبد الغفور حابب أشوف الاتنين مع بعض، إيه اللي هيحصل ما بينهم والكيميا ما بينهم هتبقى عاملة إزاي. ولكن المسلسل ده بنسبة كبيرة هشوفه بعد رمضان. المسلسل رقم 26 هو الصندوق بطولة أحمد داش وكريم قاسم وهدى المفتي، ومن تأليف مصطفى صقر ومن إخراج مروان عبد المنعم. والمسلسل مكون من 15 حلقة. المسلسل رقم 27 هو كشف مستعجل بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج شادي الرملي. والمسلسل مكون من 15 حلقة وهيتعرض على منصة واتشيت. المسلسل رقم 28 هو الهرشة السابعة بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين وكريم قاسم وأسماء جلال، ومن تأليف مريم نعوم ومن إخراج كريم الشناوي. والمسلسل مكون من 15 حلقة. المسلسل رقم 29 هو ستهم بطولة روجينا، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج رؤوف عبد العزيز. وإعلان المسلسل مقبول جدا. المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية، لأن روجينا بتجسد شخصية الست صيصة اللي هي عاشت لفترة طويلة جدا في زي الراجل، والناس أغلب الناس كانوا معتبرينها راجل. فالمسلسل مثير للاهتمام، لو سمعت عنه آراء إيجابية هتفرج عليه. المسلسل رقم 30 هو حرب بطولة أحمد السقا ومحمد فراج، ومن تأليف هاني سرحان ومن إخراج أحمد نادر جلال. والمسلسل ده مكون من 10 حلقات وهيتعرض في آخر 10 أيام من رمضان، بعد على طول مسلسل الكتيبة 101. والمسلسل ده منزلوش أي إعلان، هو نزل له بوستر بس. ولو تفتكروا المسلسل ده كان مترشح له قبل أحمد السقا ومحمد فراج يوسف الشريف، بس يوسف الشريف اعتذر، وبعد كده جه السقا وفراج. فمش عارف المسلسل ده وضعه ايه،
أو حتى أساسًا بيتكلم عن إيه، ولكن هو واضح يعني إن هو مسلسل أكشن، وهنشوف لمّا الإعلان بتاعه ينزل هيُسفر عن إيه. المسلسل رقم 31 هو حضرة العمدة، بطولة روبي وسميحة أيوب ومحمود عبد المغني وإدوارد ومحمد محمود عبد العزيز، ومن تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج عادل أديب. والمسلسل ده أنا لما شفت إعلانه حسيت إني بتفرج على مسلسل إنتاج 2015 2014 حاجة زي كده. المسلسل حاسه قديم في كل حاجة، في الإخراج، في الديكورات، في القصة. المسلسل بيتكلم عن العمودية والصراع والكلام ده كله، فبصراحة حاسه كده مش هيبقى مسلسل حلو. المسلسل رقم 32 والأخير معانا هو اللعبة الجزء الثالث، بطولة شيكو وهشام ماجد وإخراج معتز التوني. وده مش الجزء الجديد من اللعبة، هو الجزء الجديد اللي هو الرابع هينزل بعد رمضان. إنما الجزء ده اللي هو اتعرض السنة اللي فاتت على منصة شاهد في اي بي، وهينزل إن شاء الله السنة دي في رمضان على منصة قصدي على قناة ام بي سي مصر. وكده بقى احنا اتكلمنا عن كل المسلسلات اللي هتنزل السنة دي في رمضان إن شاء الله. قولولي انتوا متحمسين لأنهي مسلسلات وهتتفرجوا على ايه. هستنى رأيكم تحت في التعليقات. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشيروا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما اونلاين على الفيسبوك. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، اشوفكم على خير، سلام.